السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة من نهار ما عملت لعيالي البسكويت بالمهلبية وبكريم كراميل، وهم عايزين كل يوم. كان عندي بسكويت سادة. الاول عملت المهلبية طبعا، وعشان اسيبها تبرد نزلت بكيلو لبن، رتل لبن، على نص كوباية سكر، على 5 معالق نشا، وقلبتهم كويس على النار عشان ايه ما يكلكعش معايا، ما يعملش كتركولات دي. ولا انا عارفه ان انتوا على طول بتضحكوا عليا، معلش سامحوني. قلبت النشا باللبن بالسكر كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد ما قلبتها طبعا مش هسيبها على النار عشان ما تتكلكعش مني وكده. ونزلت هنا ايه بورقتين الفانيليا، عشان الفانيليا اللي كيس دي بتبقى حاجه ما فيها حاجه بسيطه قوي. ورحت عايزه صينيتي سمنه، حته زبده كده اهو يا حبيبي. طبعا وانا محضره البسكويت جنب مني، جبت شويه لبن في الطبق ونزلت بليت البسكويت. ما بحط السمنه وادعك البسكويت يا حبايبي، بتحسوا عملتها قبل كده بالطريقه دي. لقيت البسكويت نشف مني جامد، وكنا نيجي نقطعه وناكله لقيته ناشف جامد جامد جدا، كنت بقطعه بالعافيه. هنا بليت البسكويت لبن بتاعي كله ورصيته. مش هبقول لكم من ساعتها، من ساعه ما عملتها لاولادي وهم مش عايزين كل يوم. هنا ايه رصيت الرصه بتاعتي، هجيب رصه كمان. طبعا العيل لما بيطلب حاجه من والدته هتبقى تتجنن، عايزه تعملها له باي طريقه، بس بجد بجد جميله. انا قعدت كلت منها اكل. وممكن تعملوا بدل الكراميل تعملوا جيلي من فوق بالمانجا، تعملوا هنا نزلت بالمهلبيه بتاعتي. تحطوا اي حاجه تحبوها، ولو في مانجا كمان ممكن تقطعي فوق منها وتستغني برضو عن الكريم كراميل اللي انا عامله برضو دلوقتي قدامكم. نزلت بالمهلبيه بتاعتي كلها، عايزة عشان تبقى سوا واحد. هنا بقى ايه اللبن اللي انا عامله بيه كراميل، وحطيت معلقه نشا في الكوبايه يا حبايبي. هنا هحرق شويه سكر، هقلبهم كويس يا دوبك بس ياخدوا لون. ما تنسوش يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، وعايزه اللايكات بتاعتكم الحلوه دي كتير كتير. اهو يا حبايبي بعد ما هياخد لون هنزل بقى ايه بكوبايه اللبن بمعلقه نشا واقلبها اهو. بص اول ما هاخد لون بص بنزل بقى اهو اللي بتقولوا بيكلكع، هيكلكع منكم، بس ما تقلقوش، وهو على النار هتبص تلاقوها فكت وبقت حلوه جدا. انا معاكم اهو خطوه بخطوه. هنا بعد ما خلصت اهو، مش هقول لكم على الطعم، بجد بجد بيعجبني جدا، انا نفسي حباه. انتوا بقى عندكم حاجه كده تعملوا رسمه بالكراميل، لكن انا حطيته كده بصراحه لان كده كده هيتاكل. هقطعه بقى قدامكم اهو. ما تنسوش بس تجربوه، هتبعتوا وتقولوا لي وهتدعوا لي والله بطعمة الحاجة. حاجة ما كلفتنيش ومنها حاجة حلوة اهو يا حبايبي. بصوا وتقطعوا بقى وتاكلوا، ما شاء الله ما شاء الله على الحاجة الجميلة وطعمها حلو قوي. كانت بنتي واقفة جنبي مني مستعجلة عايزة تاخد